يقول لك إذا الشعب أراد الحياة يوما فلا بد للقدر أن يستجيب ولا بد لليل أن ينجلي. هذا ينطبق على منه؟ على الموصل وأهل الموصل. الحياة ماتت، ما عاد فيها حياة، لكن الشعب بغى الحياة فرجعوا الحياة مرة ثانية للموصل. بعد ما كان فيها أي شيء بسبب الحروب والدمار، اليوم بدوا مرة ثانية يحيون بلادهم، يحيون مدينتهم، وبدأت الحياة ترجع وأقوى إن شاء الله مثل الأول وأحسن إن شاء الله. الموصل ترى مدينة تاريخية ومدينة عظيمة ومدينة كبيرة، مدينة تجارية، مدينة الخضار، مدينة الزراعة، مدينة الإنتاج، مدينة على حلب، على سوريا، على تركيا، فيها كل شيء طيب. لذلك الأطماع عليها كبيرة، ولكن إن شاء الله هذا الشعب اللي حرر هذا البلد أو هذا الوطن قادر إنه يرجع الأمجاد مرة ثانية، دولة حضارة وتاريخ. يقول لك بس قبل سنتين شفتوا هاي الشارع، هذه ما كان موجود قبل سنتين. هاي الشارع مش موجود، هاي المحلات مش موجودة، مسكرة، دولة مهجورة، مدينة مهجورة. رجعوا مرة ثانية للموصل، يبون يعيشون، يبون الحياة. هلا وحبيبي، هلا وردة. وبدأ مرة ثانية يشتغلون، وبدأت الحياة ترجع مرة ثانية. حبيبي هذه المنطقة اسمها منطقة المصارف. قبل 4 سنين 5 سنين ما في شيء، ما في بنيان، ما في شارع. ارجع واقول مرة ثانية، انا في اكثر الحين من منطقة دخلت او اكثر من فريج. هل هو الحكومة المحلية اشتغلوا عليها. المحافظ يقول لك، المحافظ يعني انسان طموح، استاذ نجم، فيقول لك قاعد يشتغل في المدينة وقاعد يطور وقد ما يقدر يعني انه يرجعها الى ماضيها الحلو. هذه المدينة الرياضية قاعد تنبني حاليا في الموصل. هذه يعني متى المفروض المشروع يخلص ان شاء الله؟ ان شاء الله سنة ان شاء الله، سنة سنتين ها؟ هذه المدينة الرياضية قاعد يشتغلون فيها، الله يوفقهم. تعالوا خلينا نتكلم مع بعض في بعض الكلمات المصلوية. يعني مثلا قبانكم وقبان الموصل الحلوي، صح الحلوي؟ اشكرك. زين، الله يديمه عليكم. بعدين في شغله ثانيه، بعض الكلمات اللي فيها حرف الراء تنطق غين. يعني مثال احنا نقول على راسي صح، هم يقولون على غاسي صح. ما حد صفق هالمره، ما في. لا مصدومين. الباحث والمختص في شؤون اللهجه. احنا نقول على راسي صح، هم يقولون على غاسي صح. ما حد صفق هالمره، ما في. لا مصدومين. الباحث والمختص في شؤون اللهجات راح نسميك. طبعا نور يحارب الكوادر السياحيه. بس لا تنسى اول مدرسه نور. لا هو احنا قلنا بيفتح لنا المدرسه اهو. زين، وشو بعد في كلمات ثانيه؟ اللهجه المصلوية. يعني مثلا هي قربان قلبك. نور يلا عطني كلمه مصلويه. اغشعك. يعني شنو؟ اشوفك. اخشعك. اي صح. اخشعك عباس. اخشع انت ماكو. ها؟ اخشع انت ماكو. بعد اخشع ماكو، اكو موجود اكو. المدينه الرياضيه مالت الموصل، واحد يريد تذاكر يعني يبي تذاكر. ابو التذاكر. اعطوني كلمه مصلويه بعد. شنو الكلمه؟ كلمة كرة قدم. اشني بالمصلاوي؟ كرة قدم. كغت. لا طبي. ها؟ طبي. طابة يعني. طبي. اوكي، انت لان لهجتكم فيها شوي من سوريا او حلب يعني صح؟ طبعا هو غششني من شوي اساسا نسينا. طفل ولد انتم تصحوا، احنا نصحوا عجي. عجي. مجموع الاطفال عجاية.
هاي وين العجايه؟ هلا لا تتعمق اكثر. انا بسوي مسابقه حق الكلمات المصلويه. الشارع اي الشارع الشارع لا اي ها شارع، بس الكلمه الثانيه المرادف لها اسقاق. اسقاق يعني زقاق. زقاق. اوكي الاسقاق. وين العجائب الاسقاقات؟ قبانكم يعني وين لا تباع الشارع. قبانكم يعني وين لا تباع الشارع. احنا جايين جامعة النور اليوم، عندهم افتتاح راديو النور، وراديو بس متخصص بالامور العلمية، يعتبر اول راديو خاص بالامور العلمية في الموصل. السلام عليكم حبيبي، الله يحفظك. ما شاء الله. السلام عليكم. يمين يسار فقط. يا سماك يا سماك ناديني وما تنغاق، يا سماك يا سماك ناديني وما تنغاق. طارخنا سملاس طلقوا شونو بصدغ ليوانه، مات العدو اصطمد الوانه. يرني لي هلا فاشتر خالد، هذه بس يردي لي فاشتر خالد وهل نالو بخبيش من محافظ كنت. وفيها اكثر من باب، من ضمنها باب نرقال اللي بيه الثورين المجنحين المعروفين. هذا باب نرقال هسه راح نمر به بالطريق، وباب سنحاريب وباب آشور وابواب كثيره كان بيها. بالضبط يعني مدينه نينوى التاريخية بها 13 باب. كم عمر نينوى؟ نينوى 823 قبل الميلاد، يعني اكثر من 800 سنه قبل الميلاد عمرها. عاصمه الدوله الاشوريه. ايضا اكو احنا عندنا تسمعون مدينه هي مو العاصمه الاولى. العاصمه الاولى هي من خليل ابراهيم بالشرقاء، اللي هي الاشوريه. الاشور نعم. اللي هي بالشرقاء. الاشور كم عمرها تقريبا قبل الميلاد؟ انا ادري، ما اعرف دكتور بشار، انا اللي اعرفه اكثر من 2000 سنه قبل الميلاد. آشور اول دوله هي الدوله الاشوريه، وبعدين بدات. هذه نحن الان في شارع المصارف، هذا احد الشوارع الرئيسيه في محافظه نينوى، تعرض الى دمار كبير جدا، والحمد لله اليوم كما تشوفون هي مدينه حضريه اصبحت بواقع جديد، واحد من الشوارع التجاريه المهمه في مدينه الموصل، الذي يرتبط بشارع المنصه، وايضا يرتبط بمنطقه الغابات ومنطقه الزهور. هذا من الشوارع الرئيسيه التجاريه في مدينه الموصل. اكثر من 70%، وسنقوم ببناء مستشفى 600 سرير، وايضا الاموال الحمد لله اليوم تامنت بالموصل، موجودا في خزينه محافظه نينوى، وايضا مستشفى في سنجار 100 سرير، مستشفى في سنوني 50 سرير، ومستشفى في زمار 50 سرير، وفي الحضر 50 سرير، وفي بحشيقه 100 سرير. هذه كلها ضمن خطه 23. وعمر المستشفيات في انشائها اكثر واحد يستغرق 3 سنوات، وقسم منها لمده 2 سنين. اذا نحن كمحافظه وكلجنه عليا الاعمار نركز على موضوع الخدمات. هذه المكتبه الاشوريه دمروها بالكامل ها؟ او تدمرت يعني؟ دمرت كامل، هسه يبدون فور التاهيل. قاعد يعيدون التاهيل مره ثانيه. كم عمر المكتبه الاشوريه تقريبا؟ كم عمره؟ انا اذا قلت بالتاريخ ما اعرف. كم عمر المكتبه الاشوريه؟ المكتبه الاشوريه يعني الحديثه الاستحقاقيه من يعني ايضا اقل شيء 2000 سنه قبل الميلاد. ما شاء الله. هذا دجله. هذا صب الاستاذ عبد القادر. هاي محافظة نينوى.
هاي سووها يمكن في 3 سنين بنيان كامل. هاي المبنى بناية البنك المركزي. هذه طبعا انهدم في الحرب والحين بدأوا يرممون المكان. شوف هاي كلها منطقة الحرب هناك، قاعدين يرممون البلد. يقول لك هاي البلد او هالمكان من اشخص المعارك صارت هني، صح؟ اقصى المعارك كل عوجي تشتغل اسبوع. هاي كلها شوفين فرجاش وايد استشهدوا هني، ناس ماتوا وهم يدافعون عن بلادهم على فكره. هذا الشارع اللي احنا فيه شارع خالد بن الوليد هذه، وهذا بعد نفس الشيء خالد بن الوليد. شوفوا شلون، شوفوا هذا طريق الموصل قديم. شوفوا الدمار، هذا الحين كل ما يخلصون منطقه قاعد يرجعون حق منطقه ثانيه يرممونها ويشتغلون عليها ويعيدون الحياه فيها. شوف هذا جامع الفاروق قطانين حاولوا يدمرون كل شيء، حاولوا يذبحوا الناس بهدلوها. يلا روحوا ما عاد لا ضيع وقت. هاي كلها من الحرب، ها؟ كلها حرب. لا اله الا الله. يعني ان شاء الله ابراهيم بنت هاي البقعه. سوق بالموصل. اول سوق بالموصل سرج خانه، مكان السرج خانه. تعرف شو كلمة السرج خانة؟ لا ايش معنى السرج خانه؟ السرج مال الحصان. الخانة كل كلمة قبل بالدولة العثمانية من كانت مسيطرة كل شيء يخلون اسم خانة، يعني الخان زين المحل الخان. اوكي. فهاي المنطقة السرج خانة، يعني اللي ينقشون اللي يسوجون الملابس الأقمشة. هني سرج خانة. سرج خانه منطقة تجارية او مجموعة محلات تجارية. يسار استاذ. هاي الحين احنا جايين متحف اسمه متحف بيت. موجودين معانا. اي هذا المتحف صقر. هذا المتحف هذول الوثائق تعود لبيت الجليلي، وهي تولي عثمان باشا الجليلي ولايه الموصل. فالفرمان العثماني هو يعتبر الوالي العثماني الاول اللي هو من نفس المدينه بالموصل وليس والي بغدادي. هاي الكرسي مال منو؟ هاي جلس عليها الملك فيصل الثاني عند زيارته للموصل. الملك فيصل الثاني جلس عليها عند زيارته للموصل وشالت عند النجار، يعني ضمها وجابها اهدانا اياها. هذا المصحف حق منو؟ المصحف مال فيصل حديد، عام زوها حديد. عام زوها حديد. عمره 100 سنة. عمره 100 سنة. 40 سنة. هذا كان يحلف عليه الناس لما يشتغل قاضي. اشتغل قاضي هو يحلف عليه الناس. يحلفون عليه الناس. نعم، فبيه رمزية. هذا الانجيل والصليب عائلة مسيحية امنوه عند عائلة مسلمة لان داعش منعهم ياخذون شيء. زين. فبعد التحرير جابوا لنا اياه، اتفقوا العائلتين يجيبوا لنا اياه. بيت السوفي وعائلة بيت الدباغ من الموصل. هاي السيوف اللي كانت تستخدم عند اهل الموصل. هذا الخنجر يعتبر مسموم، يعتبرونه سلاح، يعني يسموه يحط فيه سم حتى سلاح. وهذا للكشخه للزينه. هذا السيف ايضا. وهاي المقوار شارك بها عائله البقارين البجاره ثوره العشرين. هي تمثل اكثر من منطقه بالموصل، ربيعه والحضر وجنوب الموصل، وهاي الدلات المصلاويه طبعا متاثره بالنقش العثماني. حلو. هاي كل منطقه يعني المسيح. الحين عشان نفرق بين اليهودي مثلا والمسيح. شغل يهود طبعا حرفيين يهود الموصل. شوف النجمه بالنص يحطوا النجم الداوت بكل اعماله. كل الأعمال. هذا الاسلامي النباتي، النقش الاسلامي النباتي، وهذاك مثله ايضا. وهذا شغل الارمن. هذا شغل الارمن. هذا الارمن ولا هذا؟ هذا الارمن. هذا الارمن. هذا الارمن. نعم. وهذا منو؟
هاي الاطراف العرب، عرب الموصل طبعا يشتركون بها، حتى المسيحيين يلبسون هاي والكرات. اللي هو هذا ها؟ هاي ياسر عقب اسمه نسيته. صاية هاي اسمها الصاية. هاي الصاية. هاي الصاية. وهذا الكيش، هذا الكيش وهذا الملفع. هذا الفوق اللي بيه الكراكش، هذا الكيش وهذا اسمه ملفع حتى عندنا. هذا العقال والشمال طبعا بأسرار. هذا اليزيدي الموصل. اليزيدي الموصل يلبسون بهالطريقه، وهاي السيده اليزيديه. طبعا هاي القطعه نجت من داعش ايضا عمرها 100 سنه. هاي يلبسوها اليزيديين، لبسوهم التقليد هذه الفرنسي. القطعة عمرها 100 سنة؟ اي نعم. اللي صار عليهم موضوع الشبي والمعروف، بس هذه نجت. هذا المتحف مفتوح حق الجميع؟ نعم اي طبعا. يجون الناس عادي في اي وقت يعني؟ من 12 ل 12. حلو. وهذا التركماني مجانا هذا حاليا. طبعا مجاني، كلية النور ترعانو. هذا الكردي. بعد كلية النور ترعانو. ايه وهذا البدوي. هذا لبس البدو شمر. نعم. نسبة للشيخ عجيل الياور. ايوه. هاي يسموها المنامي. صغارنا كنا صغار. بالضبط. بس انتم مو احنا بعد، احنا معاكم ترى. هاي يسموها المنامي. إيه. هي صندلية من خشب الصندل. أيوة. هذا ايضا شغل الارمن، ارمن الموصل. وهاي برنوصنا. ايه. الله، شفته ولا ما شفت؟ تلحفتي ولا ما تلحفت؟ هذا من احسن انواع. انت بيدك معلومه طلعت المعلومه. هذا لبس الخاتون والافندي. طبعا البصره وبغداد هم يشتركون يعني. اللي هي الفلاحه. هي القرقوشي. نعم. قرقوشيه وكرمليه. هاي ايضا نجد. هاي مالت وين؟ مالت المسيح صح؟ مال المسيحيه اطراف الموصل. هذا المصلاوي اللي هو يلبس ايشمو على ايشمو، ما يلبس عقاب. حتى المسيحيه كانت تتحجب؟ طبعا. يس ايه طبعا. يعني له علاقه النساء الكبيرات يتحجب. هاي ايضا المراه الكبيره. هاي راجعه من الحجه. يعني باعتبار راجعه. هذا اللبس الاشوري. هذا شفته مسيحي جبل. هذا يلبسون بهالطريقه. هذه الحضاره هاي البوابات الاشوريه. اللي حكينا عنها، هذا الثور المجنح اللي كان يحرس البوابه يمينا ويسارا. هاي البوابه كانوا زمن الاشوريين. بس هذه صقر. هذه قديمه ولا؟ لا هذا كوبي. كوبي من المتحف الوطني، اعطونا اياها اهداء. حلو. نسخ جبسيه. هاي ابواب الموصل. هذا الشباب الموظفين. السلام عليكم، كيف الحال؟ يعطيكم العافيه. نوره بهلا. حلو. هذا بيت قديم يعني ناس كانوا ساكنينه حولتوه متحف. الله يحييك استاذ خالد. الله يحييك. يا هلا ومرحبا. هاي غرفه الاطفال. احنا الحين في شارع الفاروق صح؟ اي نعم، شارع الفاروق مقابل مناره الحجباء. هاي غرفه الاطفال، بها مسرح دمى تسوي للاطفال فعاليات. هاي تمام. كم عمر هالبيت؟ كانت الرئيس الفرنسي ماكرون زارنا. اي نعم. رئيس كم عمر البيت يعني؟ هذا البيت 100 سنه. 100 سنه عمره؟ ما شاء الله. هاي شخصيات من الموصل كان لهم بس اثر السؤال طيب. الحين مثلا 100 سنه حق نفس الاسره ولا تغيرت؟ ايه اسره السنجري، عائله السنجري. السنجر للحين يسنجر. اي نعم. احنا يعني من عندهم ماخذين. هاي شخصيات من الموصل كان لها اثر طيب في على مدار 100 عام يعني خدموا الموصل. هذا اسمه بيتنا، فوق قاعه مناسبات وكوفي. شكرا. من عندك برويكم مستشفى هني. هاي المستشفى صح؟ هاي واحد عراقي ودكتور يقطري معه صح؟ او واحد يقطري معه.